كان يوم النهارده حافل بفيلم الريد بيل والارسنال والزمالك اخيرا. النهارده كان يوم طويل جدا، اتفرجت فيه على فيلم ريد بيل اللي هو الدوكيومنتري بتاع 2008 دي اللي عملته واحده ست تقريبا، مش عارف بقى اقول اسمها وكده. وظهرت لي بقى حاجات كتير من قادة المجموعه ما لفتش نظري في حاجه غير الست اللي هي اللي بشعر احمر دي اللي بتعمل منها ميمز، اللي هي اللي اسمها ايه، بيج ريد. هي دي الست اللي ظهرت في الفيلم. وطبعا اتفرجت على ماتشات الارسنال ومانشستر يونايتد، كانت مباراة قوية جدا كنا بنشوف كورة. واتفرجت طبعا على ماتشات لها بيترو اتليتيكو والملعب المالي يا جماعة رايح دوري ابطال افريقيا، هو دوجيليبا المالي، والزمالك ما راحش، تخيلوا. واتفرجت اخيرا على الزمالك. منك لله يا لبيب، على اليوم اللي شفناك في النادي يا لبيب. احنا مهددين بعد، حتى لو كسبنا الكونفدرالية دي ممكن ما نروحهاش عشان المستحقات اللي علينا، عشان ممكن يسحبوا مننا الرخصة. تخيل حتى لو احنا كسبنا، انا مش شايف المكسب ليه معنى، وبنلعب بأداء زي الخرا وزي النيلة. وانا مش فاهم اللي انتخبوا لبيب دول كانوا مستنيين ايه مثلا؟ كانوا مستنيين ان احنا مثلا هنكسب ومش عارف ايه يا جماعة مفيش حل للزمالك ده غير الخصخصة. مفيش حل للزمالك ده غير ان مستثمر يشتريك، ومش شركة كورة زي ما الناس بتقول. لا، دي خصخصة جزئية ما تنفعش ولا تنفعنا بنكلة. احنا عايزين خصخصة كلية. احنا عايزين المستثمر يسيب كل اللي وراه واللي قدامه ويتفرغ للزمالك. الزمالك بخصخصة كلية ويبقى معاه 5 أو 6 مستثمرين. غير كده اقفلوا. انا ديك بقول لك اهو الحل الجذري في المشكلة كلها، يا مستثمر يشتريك ونخلص، يا اما تقفل النادي ويتسحب منك الرخصة زي نادي عبد الغفور الصيني او جوانزو الصيني. ده كان واخد 2 دوري ابطال اسيا، وبعد كده لما الديون اتراكمت عليه قفل. اخر ماتش ليه لعب مع فريق من دوري الدرجات الادنى وخسر 2-1 ان جي في 2025، ومالوش اي ماتش تاني في السجلات. وافتح السجلات هتلاقيها 0 كلها، اللي هو رزع الاهلي 2-0 بهدف الواد اللي اسمه موريكي. احنا يا جماعه لازم نضمن استدامه ماليه. مفيش استدامه ماليه، خلاص بره بالسلامه. احنا مش بس ننزل الدرجات الادنى، احنا ننزل، احنا نتشطب خالص. لو انت بقى عايز تخلي الزمالك مشروع حاجه تانية بقى، يبقى قول لنا. بس هو ما فيش حاجه تانية، ما فيش حل تاني. ما تقعدش بقى تجيب اصل جون ادوارد، اصل مش عارف ايه، اصل اللعيب ده فلان، اصل المدرب فلان. هو ما فيش فلوس عشان نحكم. عارف، لو في فلوس تعالى بقى نحكم ونعمل ونقيم. الاول يبقى في فلوس، يبقى في استدامه ماليه. ورسالتي الاخيره لكل صانع المحتوى، انا تقريبا محتوى الزمالك ده يعني كمان كام فيديو خلاص هبطل اتكلم فيه. قولوا الحل ده وصارحوا الجمهور، يا خصخصه يا المقاطعه، يا الخصخصه يا المقاطعه. حتى في جروب اسمه خصخصه الزمالك، الجروب ده مميز جدا على الفيسبوك. المهم سيبنا من موضوع الزمالك. في نكته في صفحه كده اسمها كل يوم نقطة بضان لحد ما نقول لك كاف سي كاف صاد ميم كاف يا ادمن. الصفحة دي ابقى اجيب منها نكت، ابقى بحاول كده اجيب منها نكت، لانها عجبتني الصراحة. ممكن اشغل بيها الفيديو في اي فيديو هعمله. بس خلاص، هو ده اللي حصل في اليوم، هو ده اليوم ممكن ألخصه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. لو ما عجبكمش تفوا على الفيديو وتفوا على صاحب الفيديو. سلام.